شبح يطبخ وآخر يعزف بيانو. قصص حقيقية لنجوم الفن مع العفاريت. حكى الفنان عزت أبو عوف كيف كانت أسرته تعيش مع شبح يدعى سلفادور، والمواقف التي ظهر فيها حتى اعتادوا على وجوده معهم وكأنه شخص تاسع يشاركهم البيت. وقال عزت: والدي لم يكن يصدق حكاياتنا عن ظهور شبح، خاصة أنه ضابطا وشارك في كثير من الحروب، واعتاد على مشاهدة أصدقائه يموتون إلى جواره. قلبه كان جامد، وكان يردد دائما: خليه يطلع لي كده. لكن الأمر تغير عندما ظهر له سلفادور بالفعل. وتابع: في يوم كانت الأسرة بأكملها تقضي فترة الصيف في الإسكندرية، بينما الأب وحده في المنزل يصوغ لحنا جديدا، ولكنه نسي أن يفتح المسجل، فقرر الذهاب للمطبخ لإحضار كوب من الماء. وعند عودته سمع اللحن يصفر في أذنه، لكن لم يأتي في باله أن من يكمل له اللحن هو الشبح نفسه. واستكمل: عاد والدي للعزف مرة أخرى وبدأ يسجل اللحن، وعندما شعر بالتعب قرر أن يخلد للنوم، فدخل غرفته، وقبل أن ينام وجد خيطا يدخل من خرم الباب، وبدأ يكبر ويتشكل على هيئة وجه، هو وجه سلفادور، وأخذ يقترب من وجهه حتى أصبح في مواجهته تماما، وهز له رأسه كأنه يقول له: أنا أهو. فخرج والدي يجري من البيت وجاء إلى الإسكندرية بملابس البيت. وأوضح: كنت جالسا مع شقيقتي منى نلعب بيانو، وفجأة شيلنا أيدينا من على البيانو، ونظرنا خلفنا ورأيناه يقف أمام باب الخروج من الغرفة، ومنى خافت جدا وجريت اخترقته ومرت من خلاله. وذكر عزت أن الفنانة يسرى شهدت على واقعة، إذ ظهر الشبح في وقت كانت تبيت فيه مع شقيقته مها، لأنهما صديقتان منذ الطفولة، وذعرت بشدة وقفزت من شرفة المنزل لتعود إلى بيتها بملابس النوم. محمد هنيدي كشف الفنان محمد هنيدي عن ليلة رعب قضاها في إحدى الشقق بالزمالك مع صديقه أحمد عبد الله، وذلك بعد حصوله على سلفة ب600 جنيه أثناء عمله في مسرحية له. وقال هنيدي: أخدت من الفرقة سلفة وقلت عايز أخد شقة لوحدي في الزمالك، وكان معايا عود، وطلعت أنا وأحمد عبد الله، والمطبخ كان جنبنا، ونمنا، وبعدها سمعنا صوت طبيخ في المطبخ كأن في ست بيت والحنفيات شغالة، كان ناقص نشم الريحة، وإحنا مرعوبين وقاعدين نبص لبعض. وأضاف: أخدنا الشنط وكنا في حالة رعب غير عادية، والصوت بيعلى في المطبخ، واتكعبلنا على السلم والعود اتكسر، ولقينا الراجل اللي جاب الشقة قال لنا محدش قال لكم إنها مسكونة. وللأسف طلعت مشهورة. أمير كرارة. روى الفنان أمير كرارة قصة رعب تعرض لها، موضحا أنه عندما كان يمر من أحد الشوارع سمع صوت أقدام، وعندما نظر خلفه لم يجد أحدا، وتابع السير إلا أن صوت الأقدام مستمر. وأوضح أنه نظر في زجاج سيارة كانت تقف على جانب الشارع ليرى خيالا يرفع آلة في يده، وعندما التفت إليه تلقى ضربة قوية في رأسه وسقط على الأرض. وأضاف: الضربة كانت قوية وأصابتني بشرخ في الجمجمة وشبه شلل النصفي، ده كان قدام باب مستشفى، فدخلت للعلاج. مها أحمد. كشفت الفنانة مها أحمد عن قصة لها مع العفاريت عندما كانت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شاركت في مسرحية بطولة الفنان الراحل سعيد صالح، وكانت تعيش في القاهرة، والمسرحية تعرض موسم واحد في الإسكندرية، لذلك كانت تحصل على بدل لتأجير مسكن لها تعيش فيه بهذه الفترة. وقالت مها: ببرنامج الحياة حلوة أخذت الشقة، وأول ما دخلت لقيت النور بيطفي وينور، يا جماعة الكهرباء فيها حاجة. وبعدها فوجئت بسقوط المطبقيه على رأسي. ماما وخالتي قرروا ييجوا يعيشوا معايا وهم نايمين. خالتي كانت بتحس بحد بيلعب في شعرها، وماما في حركة حواليها وهي نايمة في البيت. وأضافت: اتضح